السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب تانية اعدادي في كل مكان، اهلا بيكم. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير زي ما انا بخير. انا مستر سيد رمضان، وان شاء الله لسه مكملين في شرح منهج الهندسة، واحنا النهاردة في الدرس الثاني وهو بعنوان التباين في المثلث. بسم الله. احنا اتكلمنا طبعا في الحصة اللي فاتت واللي قبلها او الفيديو اللي فات واللي قبله يعني ايه كلمة تباين. كلمة تباين يعني انا عندي حاجة اكبر من حاجة، وخدنا مسلمات التباين الحصه اللي فاتت ان انت لو عندك حاجتين واحده اكبر من واحده وضفنا لهم نفس القيمه هيفضل الكبير هو الكبير والصغير هو الصغير، وانتهينا من القصه دي. الجزء اللي جاي بقى هو هيكون خاص بالمثلث فقط لا غير، مش هندخل مع اشكال تانية، هنتخصص اكتر في المثلث. طيب يعني ايه الكلام ده؟ الدرس باختصار شديد هو علاقه الزاويه بالاضلاع. يعني لما نشوف ايه كبير نقول على كذا كبير، لما نشوف حاجه صغيره نقول على كذا صغيره. حلو؟ لا مش حلو، انا لسه مش فاهم، تعالى افهم. بسم الله. عند حضرتك 3 مثلثات، كل مثلث فيهم مديك شويه اضلاع. تعالى نخمن كده. بسم الله. اولا لو انا مديك مثلث زي المثلث الاول ده، مثلث اسمه ABC، عندك الثلاث اضلاع بتوعك، واحد بتلاتة واحد بتلاتة واحد باربعة. ملاحظ حاجه؟ ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان انا عندي هنا ضلعين متساويين، يبقى انا عندي زاويتين متساويين. حلو، وقف لي كده. يبقى لما كان الضلعين بتوعك بيساووا بعض، ايه العلاقه بتاعتهم؟ العلاقه ان في زاويتين بيساووا بعض. اي زاويتين؟ لا، الزاويتين المقابلين للضلعين دول. بمعنى الضلع ده مين الزاويه المقابله ليه؟ الزاويه المقابله ليه هي الزاويه دي اللي هي زاويه بي. وكذلك الامر الضلع ده مين الزاويه المقابله ليه؟ الزاويه المقابله ليه هي الزاويه دي اللي هي زاويه سي. او بمعنى اصح، هو المثلث بتاعك مش اسمه A B C؟ انت عاوز تعمل ايه؟ والله انا عايز اجيب الزاويه المقابله للاي سي. شيل الاي والسي يتفضل معاك البي. طب والله انا عايز اجيب الزاويه المقابله للاي بي. شيل الاي والبي يتفضل معاك السي. شكرا. كلام جميل، كلام جميل. طب خش على اللي بعده. معاك نفس المثلث الضلع ده بتلاتة، بس ده مش بتلاتة زي ده بستة. ملاحظ حاجة؟ ملاحظ ان انا عندي ضلع كبير، ضلع اكبر من ضلع. يعني ده بستة كبير اهو، انما الضلع اللي جنبه ده هو عبارة عن تلاتة بس. تستنتج ايه حضرتك؟ والله استنتج ان الزاوية دي هتكون اكبر من الزاويه دي. انا بمجرد النظر، انا لسه ما خدتش اي نظريات، لسه ما خدتش اي حاجه، بس لما جيت بصيت في المثلث لقيت عندي ضلع كبير، لقيت الزاويه المقابله ليه زاويه كبيره. وكذلك الامر ضلع صغير هتلاقي الزاويه المقابله ليه زاويه صغيره. ونفس الكلام برضو هنا، لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي هي ازاي. والله انا عندي ضلع بتلاتة مثلا اهو، وضلع بست اللي هو الضلع ده. تفتكر انهي زاويه اكبر؟ والله بمجرد النظر الزاويه دي اكبر. عارف ليه؟ مش عشان شكلها اكبر، امال عشان هي مقابله لضلع كبير. وعارف الزاويه دي ليه صغيره؟ عشان شكلها صغير؟ لا، عشان مقابله لضلع صغير. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، اول نظريه موجوده عندي: اذا اختلف طول ضلعين في مثلث فاكبرهما تقابله زاويه اكبر في القياس. يعني لو عندك مثلث في ضلعين مختلفين عن بعض، فالكبير بتقابله زاويه كبيره والصغير بتقابله زاويه صغيره، وخلصنا. زي مين؟ زي ده. تفتكر في المثلث ده انهي زاويه اكبر؟ والله انا هقول له بما ان الاي سي اكبر من السي بي، معاك ضلع بتلاتة اكبر من ضلع باتنين، يبقى الزاويه المقابله للضلع الكبير هي الكبيره. مين الزاويه المقابله للاي سي؟ هي زاويه بي. ومين الزاويه المقابله للسي بي؟ السي بي الزاويه المقابله ليه هي زاويه ايه. شكرا. يبقى قياس زاوية B أكبر من قياس زاوية A. وشكرا، كان الله بالسر عليم. تقريبا الدرس بتاعنا خلص. تعال بقى ناخد شوية أمثلة. بسم الله. بيقول لي رتب قياسات الزوايا المثلث ABC تصاعديا، يعني من الصغير للكبير. لعل وعسى حد يكون قاعد مش عارف يعني ايه تصاعدي. مين هنا اصغر زاويه؟ المفروض تكون اصغر زاويه اللي بتقابل اصغر ضلع. هو المثلث بتاعي اسمه ايه؟ والله المثلث اسمه ABC. حلو. فين اصغر ضلع موجود عندك؟ اصغر ضلع اللي ب 14 اللي هو اسمه A وC. يبقى الزاويه المقابله ليه هي زاويه B. دي كده اصغر زاويه من غير ما ارسم ومن غير ما اعمل اي حاجه. تعال نكمل. عندي الضلع اللي بعده ب 15 اسمه بي سي. خدنا البي والسي، يبقى اللي متفضل معايا ايه؟ يبقى الزاويه المقابله هنا هي زاويه ايه. اللي بعده الاي بي، ده اكبر ضلع. الاي والبي كده مين اللي متفضل معاك؟ السي. شكرا. يبقى ترتيب الزوايا زاويه بي ثم زاويه اي ثم زاويه سي. شكرا، خلصنا. اللي بعده مديني مثال مش مرسوم، وبسم الله الرحمن الرحيم. اي مثال مش مرسوم انا اول حاجه هعملها ان انا هرسم. ترسمها ازاي؟ بيقول لي الاي بي ده عباره عن 5. تعال نرسمه كبير شويه كده، نسميه A وB. والبي سي ده عباره عن 2، نخلي دي مثلا ب2.
ده 5. السي دي ما تكتب بقى، السي دي ده عبارة عن 3 يعني أكبر من الاتنين شوية 3. والدي اي ده عبارة عن 4. ممتاز، ده عبارة عن 4. مطلوب من حضرتك ايه؟ مطلوب من حضرتك تثبت لي ان الزاوية دي اكبر من الزاويه دي. مين الزاويه الاولى؟ زاويه اسمها دي سي بي. تعالى وريهاني بس. دي سي بي يعني هو بيتكلم على الزاويه دي، المفروض تكون اكبر من زاويه دي اي بي. دي اي بي اللي هي الزاويه دي. طيب دي هنثبتها ازاي؟ لحظه واحده بس اسالك سؤال. هو اللي احنا لسه كنا واخدينه او اللي احنا بنتكلم عليه هل يحتمل، او انا جيت قلت لك اي حاجه فيها شكل رباعي؟ لا. طيب اذا المساله هنا مش هينفع تشتغل على شكل رباعي. طب ايه الحل؟ الحل يا نجم ان انت تقسمها. اقسمها لايه؟ لمثلثين. احنا لسه واخدين مثلث دلوقتي. طب انا عندي سؤال، هل اقسمها بالشكل ده ولا اقسمها بالشكل ده؟ على حسب الزوايا اللي عندك، يعني على حسب الزوايا اللي عندك. انت فين الزاويتين؟ زاوية سي وزاوية ايه، يبقى انا هوصل ما بينهم، يبقى اللي باللون الاصفر ده مش هيهمني في اي حاجة. كلام جميل، كلام جميل. كده احنا قسمنا كل زاوية فيهم لزاويتين. تعال نقسمها اهي. كده احنا قسمنا كل زاوية لزاويتين. تعال ناخدهم بقى واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنفترض مثلا احنا هنتكلم على المثلث اللي فوق، اللي هو المثلث اللي اسمه A B C. ماله المثلث ده يا عمنا؟ عندي ضلع ب5 وضلع ب2. هقول له بما ان الضلع الاول اللي اسمه AB اكبر من الضلع الثاني اللي هو اسمه بي سي، تستنتج ايه من الكلام ده؟ استنتج ان الضلع الكبير المقابل ليه زاويه كبيره. فين الضلع اي بي؟ اهو. فين الزاويه المقابله ليه اللي هي الزاويه دي؟ تعالى مثلا نسميها زاويه 1. هقول له اذا قياس زاويه 1 اكبر من قياس الزاويه اللي هنا دي. تعالى نسميها 2، يبقى اكبر من قياس زاويه 2. ودي كده اول حاجه انا عملتها، انا اثبتت ان نص الزاويه اكبر من نص الزاويه. فاضل لك الحته اللي تحت. تعال ننزل تحت. هقول له في المثلث اللي تحت اللي اسمه A D C. ماله؟ انا عندي ضلع اكبر من ضلع. عندي ال A دي ب4 اكبر من الدي سي اللي هو ب3. استنتج ايه؟ استنتج ان الزاويه المقابله للضلع اي دي اللي احنا مثلا نسميها 3 ونسمي دي 4. هقول له الزاويه المقابله لزاويه الزاويه المقابله للضلع اي دي اللي هي زاويه 3. يبقى اذا قياس زاويه 3 اكبر من قياس زاويه 4. تستنتج ايه من الكلام ده؟ لحظه واحده بس نرقم دي. تستنتج ايه من الكلام ده؟ انا استنتجت ان الحته اللي فوق اكبر من الحته اللي فوق والحته اللي تحت اكبر من الحته اللي تحت. طب ايه رايك لو جمعنا الزاويتين على بعض والزاويتين على بعض؟ هقول له بجمع 1 و2 معا ينتج ان ايه؟ ينتج ان قياس زاويه 1 زائد قياس زاويه 3 اكبر من قياس زاويه 2 زائد قياس زاوية 4. طب زاوية 1 و3 دي اللي هي مين؟ زاوية 1 و3 دي اللي هي الزاوية الكبيرة دي كلها اللي هي قياس الزاوية اللي انت عايزها اللي اسمها دي سي بي أكبر من قياس الزاوية التانية اللي هي قياس زاوية دي اي بي. وشكرا. اللي بعده. احنا ده كله لسه ما دخلناش في التمارين، احنا تقريبا الدرس خلص. هقول لك بس عكس النظريه دلوقتي وبعد كده نبدا في التمرينات ان شاء الله. بسم الله. احنا بس ايه بنمشي ايدينا كده شويه. مديني ضلع بيساوي ضلع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني زاويه بتساوي زاويه. طب فين الكلام ده؟ انا عندي هنا شكل رباعي، اذا انا هقسمه. دي اول حاجه انا هعملها، انا هقسم الشكل لمثلثين لان انا بقدر اتعامل مع مثلثات، ما بقدرش اتعامل مع اشكال رباعيه ولا خماسيه ولا الكلام ده كله. بسم الله. تعال نشوف. عندي ضلع بيساوي ضلع، يعني عندي زاويه بتساوي زاويه. سمي لي دي 1 سمي لي دي 2. ماشي. عندي ضلع اكبر من ضلع، يبقى انا عندي زاويه اكبر من زاويه. بس تعال نشوف فين الاضلاع اللي عندك. عندي الدي سي ده اكبر من السي بي ده. حلو. عايز تستنتج ايه؟ عايز استنتج ان الزاويه دي اكبر من الزاويه دي اللي هي اي بي سي. الزاويه دي كلها اكبر من زاويه اي دي سي اللي هي الزاويه دي كلها. تعال نحط هنا كده 2 عشان تبقى دي الكبيره. تعال نسمي الله. بسم الله. اولا احنا عملنا هنا العمل توصيل دي بي البي. هنوصل الدي بالبي. بقى عندي مثلثين. تشتغل في انهي مثلث؟ تعال نشتغل في المثلث اللي فوق. هقول له في المثلث A B D. ماله؟ عندك ضلعين بيساووا بعض. بما ان ال AB بيساوي ال AD، اذا تستنتج ايه من الكلام ده؟
استنتج ان قياس زاوية واحد بتساوي قياس زاوية اتنين، يبقى زاوية واحد دي بتساوي زاوية اتنين دي، سميلي دي واحد. حلو حلو، تعال انزل تحت بس حدد لي في المثلث سي بي دي ماله يا عمنا المثلث ده. تعال نسمي دي مثلا 3 ونسمي دي 4. مش انت عندك الدي سي اكبر؟ هقول له بما ان الدي سي اكبر من السي بي، اذا استنتج من الكلام ده ان قياس زاوية 3 اكبر من قياس زاوية 4. كلام زي الفل، وسمي لي دي رقم 2. طيب ما تيجي نجمع واحد واتنين مع بعض. تعالى نجمع. بجمع واحد واتنين معا ينتج ان ايه؟ هتلاقي عندك ان قياس زاوية واحد زائد قياس زاوية 3 اكبر من قياس زاوية 2 زائد قياس زاوية 4. طيب هي مين واحد وتلاتة؟ دي الزاوية اللي انا عايزها. اذا قياس زاوية ABC اكبر من قياس زاوية ADC، وهذا المطلوب اثباته. اللي بعده عكس النظرية. ايه هي عكس النظرية؟ احنا بنقول بس خلي بالك اذا تساوي قياس زاويتين فانت عندك ضلعين بيساووا بعض، دي احنا عارفينها اصلا. لو عندك ضلعين بيساووا بعض يبقى في زاويتين بيساووا بعض. طب لو عندك زاويتين بيساووا بعض يبقى في ضلعين بيساووا بعض، ودي احنا عارفينها اوريدي من الترم الاول. طيب عكس النظريه، لو انت معاك زاويتين مختلفتين، احنا كنا بنقول لو معانا ضلعين مختلفين فالضلع الكبير بيقابله زاويه كبيره والضلع الصغير بيقابله زاويه صغيره. طب لو الزاويتين هما اللي مختلفتين يبقى الزاويه الكبيره بيقابلها ضلع كبير والزاويه الصغيره بيقابلها ضلع صغير. زي مين؟ زي ده. انت مين عندك اكبر من التاني؟ والله انا عندي قياس زاويه بي اكبر من قياس زاويه سي. اذا تستنتج ايه؟ استنتج ان الضلع المقابل لزاويه بي اللي هو الاي سي اكبر من الضلع المقابل لزاويه سي اللي هو الاي بي. حلو، تعالى ناخد عليها السؤال اللي بعده. بص يا صديقي، هو هنا مديني زاويتين ومديني ضلع بيوازي ضلع وعايزني اثبت ان ضلع اكبر من ضلع. حلو قوي. طيب اسالك سؤال، هو امتى ضلع يكون اكبر من ضلع؟ والله ضلع يكون اكبر من ضلع لما يكون في زاويه اكبر من زاويه. وقف لحظه كده، وقف لحظه، استنتج لي حاجه صغيره. ايه الحاجه الصغيره؟ لما انا اجي اقول لك اثبت ان ضلع اكبر من ضلع يبقى حضرتك لازم تثبت لي ان في زاويه اكبر من زاويه، وبناء عليها يبقى الضلع اكبر من الضلع. لا تاني، لما اجي اقول لك اثبت ان ضلع اكبر من ضلع يبقى انت لازم تثبت لي ان في زاويه اكبر من زاويه، وبناء عليه طالما الزاويه اكبر من الزاويه يبقى الضلع اكبر من الضلع. والعكس، لو انا جيت قلت لك مثلا اثبت لي ان الزاويه دي اكبر من الزاويه دي يبقى انت لازم تثبت لي ان الضلع المقابل للزاويه دي اكبر من الضلع المقابل للزاويه دي. هل ده بيمشي مع كل المسائل؟ 99% من المسائل بيمشي معاك الكلام ده. ماذا والا لما اكون انا مديك علاقات بين الاضلاع تقدر تثبتها من غير الزوايا اصلا. يعني في بعض الاسئله هتلاقي فيه شويه علاقات كده بين الاضلاع انت تقدر تثبت ان ضلع اكبر من ضلع بدون الدخول في الزوايا اصلا، بدون ما نحتاج اي زاويه فيهم. تعالى هوريك. بسم الله. اولا هو بيقول لي ضلع بيوازي ضلع. اسالك سؤال، هل هو مديني الكلام ده اكمن ان انا حلو وامور وشكل كويس؟ مستحيل. امال هو مديهوني عشان استخدمه. طيب هتستخدمه ازاي؟ يا اما تقول لي حرف الزد، اقول لك كلام جميل ومظبوط، يا اما حضرتك تقول لي حرف اليو واقول لك برضو كلام جميل ومظبوط. تستخدم مين؟ مش فارقه اي حاجه، بس انا بحس ان الطلاب ايه بتميل لحرف الزد اكتر، فانا هشتغل زيكم. هقول له بما ان الاي دي، ما تنساش يد الشعاع، ما تنساش تحط الشعاع، بيوازي السي بي، بس السي بي قطعه مستقيمه مش شعاع. حلو. عندك قاطع؟ عندي قاطع. مين القاطع؟ الاي بي، والاي بي ده قاطع. تستنتج ايه حضرتك؟ والله استنتج ان قياس زاوية دي اي بي بتساوي قياس زاوية بي بتساوي 30 درجة بالتبادل. يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي 30 بالتبادل. حلو. هو احنا كنا عايزين نثبت ان مين اكبر من مين؟ كنا عايزين نثبت ان الاي بي ده اكبر من الاي سي اللي هو ده. فين الزوايا المقابله؟ الاي بي المقابله ليه هي زاويه سي، ونفس الكلام الاي سي المقابله ليه هي زاويه بي. البي كده كده انا جبتها خلاص ب 30، انا لسه ثابتها هي ب 30. كده انا ناقص لي اجيب زاويه سي، وهقول له كده في المثلث اي بي سي قياس زاويه اي
ب70 وقياس زاوية B ب30، استنتج ان قياس زاوية C ده بيساوي 180 ناقص 70 زائد 30 يعني بيساوي 80. مش انت معاك زاوية ب30 وزاوية ب70 هما الاتنين ب100؟ يبقى الباقي من ال180 بتاع المثلث كام؟ 80. حلو كده، تبدأ تقارن لي بقى الزوايا بتاعتك وبناء عليه يبقى في اضلاع اكبر. مين الزوايا؟ هقول له بما ان قياس زاوية C اكبر من قياس زاوية B، مش احنا لسه قايلين ان السي جبناها ب80 والبي جبناها ب30؟ مين الكبير؟ اكيد ال80. اذا الضلع المقابل لزاوية سي، مين الضلع المقابل لزاوية سي؟ اللي هو الاي بي، اكبر من الضلع المقابل لزاوية بي اللي هو الاي سي، وهذا المطلوب اثباته. اللي بعده، بسم الله، مديني شعاعين حصل لهم تقاطع، دي علامة التقاطع في النقطة ايه هنا. طالما حصل تقاطع لخطين مستقيمين او قطعتين مستقيمتين او شعاعين يبقى انا عندي زوايا متقابلة بالرأس. اولى اعدادي اصحى معايا ابوس ايدك. حلو. طيب دي ب50 يبقى الزاوية دي هي كمان ب50، كلام جميل. دي ب110 يبقى اللي جنبها بتكملها 70. طب انت عندك 50 و70 120 يعني الحته دي ب60. كده انا جبت كل الزوايا اللي عندي. انت عاوز ايه حضرتك؟ انا عاوز اثبت ان الضلع ده اكبر من الضلع ده، عاوز اثبت ان الاي بي اكبر من الاي سي. ما هو طبيعي الاي بي هيكون الزاويه المقابله ليه 70 والاي سي الزاويه المقابله ليه 60، يبقى انا كده خلاص اثبتها. شكرا، رص لي بقى الكلمتين اللي انت لسه قايلهم دول، هو ده البرهان وخلصنا الدرس بتاعنا. طب هتبدا منين؟ هبدا طبعا بالتقابل بالراس. هقول له بما ان الشعاع ده اللي هو البي اف حصل له تقاطع مع الشعاع اللي اسمه سي اي فين؟ في النقطة A. اذا قياس زاوية اف اي اي بتساوي قياس زاوية بي اي سي بتساوي 50 بالتقابل بالرأس. يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس. اقول لك كلام عظيم. تعال انزل تحت، هقول له برضو ان قياس زاوية ACB ده بيساوي 180 ناقص 110 بتساوي 70 درجة. كده انا جبت الزاوية دي 70 درجة لان دي كلها 180. كلام جميل. كده انت جبت كام زاوية؟ زاويتين، 50 و70. طيب ايه رأيك بقى نخش على المثلث؟ في المثلث ABC ماله؟ عندك زاويتين، واحدة ب50 وواحدة ب70. تقدر تجيب لي التالتة على طول؟ اقول له اذا قياس زاوية B ده بيساوي 180 ناقص افتح قوس رص ال50 وال70 يطلع معاك 60. كده انا جبت كل الزوايا. انت عاوز مين بقى؟ عاوز اثبت ان الضلع ده اكبر من الضلع ده. هي فين الزاوية المقابلة للضلع ده؟ اللي هي زاوية C. يبقى اذا بقى بما ان قياس، او بلاش قياس، تعالى نكتب الزوايا على طول. بما ان قياس زاوية ACB اكبر من قياس زاوية B. ما هي ACB دي اللي هي ب70 والبي ب60، فال70 اكبر. يبقى الضلع المقابل للزاوية دي اللي هو AB اكبر من الضلع المقابل للزاوية دي اللي هو مين؟ AC. وشكرا. في بقى ملحوظتين صغيرين كده، هما بديهيات، معلومات بديهية بس لعل وعسى وخدهم برضو في الحسبان. ان اي مثلث قائم يا نجم، اي مثلث قائم اكبر ضلع فيه بيكون الوتر. يعني الوتر ده بيكون اكبر من ده واكبر من ده. كلام جميل. واي مثلث منفرج، اي مثلث منفرج الضلع المقابل للزاويه المنفرجه بيكون هو اكبر ضلع. اشمعنى؟ ما هو انت طالما عندك زاويه منفرجه يبقى اكيد 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 الزاويتين التانيين هم زوايا حاده، وتبقى دي هي اكبر زاويه موجوده في المثلث بيقابلها اكبر ضلع موجود في المثلث. يبقى لما تشوف مثلث قائم اعرف ان الضلع المقابل للزاويه القايمه هو اكبر ضلع، او الوتر بمعنى اصح هو اكبر ضلع. ونفس الكلام مع المثلث المنفرج، لما تشوف عندك مثلث في زاويه منفرجه يبقى الضلع المقابل ليها هو برضو اكبر ضلع في المثلث. لحد هنا احنا مش محتاجين نتكلم كتير، بس تعالى نختم بمثالين كده صغيرين يلموا لنا الدنيا دي كلها في بعضها قبل ما نكمل. بسم الله. هو فاضل مثال 2 3 4 امثله قبل ما نخش على التمارين. تعالى نخلصهم. بسم الله. هو هنا مديني ان دي في المنتصف ودي في المنتصف. وقف لي لحظه كده يا نجم، طالما دي في المنتصف ودي في المنتصف كنا واخدينها قبل كده، كنت بقول بما ان اكس منتصف
الاي بي والواي منتصف الاي دي. اذا كنت بقول، او تعالى نكتب اذا دي الناحيه الثانيه، اذا الاكس واي دي بتساوي نص الضلع الثالث اللي هو الدي بي. مش احنا كنا واخدين قاعده لو دي في المنتصف ودي في المنتصف يبقى القطعه دي نص القطعه دي؟ حصل. انزل بقى تحت في المثلث اللي اسمه دي بي سي. ماله يا عمنا؟ مش المثلث بتاعك ده هو مثلث قائم عند دي. انا كل اللي انا عملته اثبتت ان الحته دي نص الحته دي. كلام جميل. وده عندك مثلث قائم. احنا لسه واخدين حالا دلوقتي، انت لسه قايل لي ان المثلث القائم الضلع ده هو اكبر ضلع، بمعنى الضلع ده اكبر من ده واكبر من ده. كلام جميل، كلام جميل. تعال نكمل. قائم الزاويه عند الدي، اذا البي سي اكبر من الدي بي والبي سي اكبر من الدي سي. طيب يبقى الدي سي اكبر من ده واكبر من ده. اقول لك كلام جميل. نستخدم مين؟ نستخدم مين؟ بلاش نستخدم مين. تعالى كده نوقف لحظة ونكمل السؤال من تحت. احنا وقفنا هنا اهو، تعالى نكمل السؤال من تحت. مش انت عندك الاتش منتصف السي بي اللي هو الوتر؟ يعني ده متوسط. هقول له اذا ان الدي اتش ده عباره عن متوسط، وكنا واخدين قبل كده ان المتوسط الخارج من راس الزاويه القايمه كان بيساوي نص الوتر. اقول له اذا الدي اتش بيساوي نص السي بي، ودي رقم 2. وقف لي بقى كده لحظه عشان عايزين نربط الليله دي كلها في بعضيها. بسم الله. احنا كنا قايلين يا عمنا ان اول حاجه قلناها ان الحته دي هي نص الحته دي. كلام جميل. وده نص ده. كلام جميل. بس في نفس الوقت الضلع ده اكبر من الضلع ده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان نص الضلع ده اكبر من نص الضلع ده. تاني 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 تاني، واحده واحده كده. مش المثلث القائم الضلع المقابل للزاويه القايمه هو اكبر ضلع؟ يعني الضلع ده اكبر من الضلع ده؟ مش ده معناه ان نص الضلع ده اكبر من نص الضلع ده؟ حصل. ما هو ده اللي احنا لسه قايلينه حالا. احنا لسه قايلين ان الاكس واي نص الدي بي، تمام؟ وفي نفس الوقت قايلين ان البي سي اكبر من الدي بي. البي سي اكبر من الدي بي. حلو. طيب امسح لي دي بقى كده، ملهاش اي لازمه، ملهاش اي لازمه. نسمي مثلا دي 1 ونسمي دي 2. من 1 و2 تستنتج ايه؟ استنتج ان الحته دي اللي هي نص الضلع الكبير اكبر من نص الضلع الصغير. يبقى اذا الدي اتش اكبر من الاكس واي. وشكرا. اللي بعده. السؤال ده سؤال سهل خالص، تعالى نبص كده عليه. بسم الله. ده عمودي على ده وده عمودي على ده. عايزين نثبت ان الاي بي اكبر من الدي سي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نقسم المساله لنصين. تعالى ناخد النص ده لوحده، النص اللي على الناحيه دي ده كده لوحده. بسم الله. في المثلث ACM. ماله المثلث ده؟ مش انت عندك يا نجم زاويه قايمه؟ يبقى الضلع المقابل ليها اكبر من اي ضلع. انا يهمني مين؟ يهمني الضلع ده والضلع ده. فبسم الله الرحمن الرحيم كده اول حاجه يبقى الضلع ده اكبر من الضلع ده. نفس الكلام بالظبط هنا. ده مثلث قائم يبقى الضلع ده اكبر من الضلع ده. اجمع لي بقى الاثنين على بعض. الضلع ده اكبر من ده والضلع ده اكبر من ده. طب لما نجمعهم تبقى الضلع الكبير ده كله اكبر من الضلع الكبير ده كله. شكرا. المساله خلصت. تعال نكتبها. المثلث ده قائم عند سي. المثلث بتاعي ده قائم عند سي. اذا تستنتج ايه؟ استنتج ان الاي ام اكبر من الام سي، وسمي دي رقم 1. في المثلث الثاني اللي اسمه ام دي بي. ماله؟ قائم عند الدي. تستنتج ايه حضرتك؟ استنتج ان البي ام استنتج اذا، او خلينا نكتبها هنا، اذا البي ام ده اكبر من الدي ام، ونسمي دي رقم 2. طب من 1 و2 تعالى نجمعهم. هقول له بجمع 1 و2 تستنتج ايه؟ استنتج ان الحته دي اللي هي الاي ام زائد الحته دي اللي هي البي ام اكبر من الام سي اللي هي الحته دي زائد الام دي اللي هي الحته دي. طب لما نيجي نبص على الرسم هتلاقي الاي ام والبي ام اللي هي الضلع ده كله. يبقى اذا
الضلع الاول اللي هو الاي بي اكبر من الام سي والام دي اللي هو الضلع ده كله، يعني اكبر من السي دي، وهذا المطلوب اثباته. اخر سؤالين عشان نكون خلصنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي اوجد قيم اكس التي تحقق ان الزاويه دي اكبر من الزاويه دي. زاويه A تكون اكبر من زاويه B، مش ده معناه ان الضلع المقابل لدي يكون اكبر من الضلع المقابل لدي؟ حصل. يعني الاكس زائد ال 17 تكون اكبر من ال 2 اكس ناقص ال 5. اقول لك حصل، حلها لي كمتباينه. لما نيجي نحلها، في هنا 2 اكس، خد الاكس دي وديها هنا سالب اكس، في هنا سالب 5 وديها هنا موجب 5. جمع لي الليله دي 2 اكس شيل منهم اكس، يعني اكس اقل من 17 و5 يعني 22، فده معناه ان الاكس اقل من ال 22. طب لحظه واحده، ما هي اكس اقل من ال 22 ممكن تبقى 20 15 12، ممكن تبقى سالب 17، وساعتها لو حطينا الاكس بسالب 17 سالب 17 اكبر اقل من ال 22. لو حطينا الاكس بسالب 17 وموجب 17 يبقى الضلع ده بصفر، وانا ما عنديش طول ضلع بصفر. ممكن اعملها لك انيلها لك اكتر، اخلي لك دي سالب 18، ما هي السالب 18 اقل من ال 22. بس لو جينا عوضنا هنا سالب 18 وموجب 17 يطلع لي سالب 1، وانا ما عنديش طول ضلع بالسالب. فاذا نص المتباينه معايا، لسه فاضل النص التاني. ما تقلش بقى عن كام، سوري قصدي ما تكترش عن كام. انت عندك هنا الاكس تكون اقل من 22، عايز لها حد بقى. تعال نبص، مش احنا كان عندنا قاعده بيقول لي ان مجموع ضلعين اكبر من الضلع الثالث؟ فده معناه ان اكس زائد ال 17 لو جمعنا عليها ال 2 اكس ناقص ال 5 ده المفروض يكون اكبر من الضلع الثالث اللي هو ال 21. اقول لك حصل، يلا ابدا احلها. 2 اكس واكس يعني 3 اكس، 17 شيل منهم 5 يعني 12، يبقى موجب 12. الكلام ده اكبر من ال 21. خد ال 12 وديها الناحيه الثانيه سالب 12، يعني ال 3 اكس اكبر. 21 شيل منهم 12 يعني 3 تربات يعني 11 ولا كام؟ شلنا 10 بقت 11، شلنا 2 بقت 9. اقسم هنا على التلاتة واقسم هنا على التلاتة، يعني الاكس تكون اكبر من التلاتة. يبقى الاكس بتاعت القيم بتاعتها المفروض تكون اكبر من التلاتة، بس في نفس الوقت اقل من ال 22. وشكرا. اللي بعده برضو نفس الفكرة بالظبط، بس هنا على الزوايا. عايزين نثبت ان الضلع اكبر من الضلع. طالما عايزين نثبت ان الضلع ده اكبر من الضلع ده، يبقى عايزين نثبت ان الزاوية دي اللي هي 30 زائد الاكس اكبر من الزاويه دي اللي هي 54 ناقص ال 2 اكس. تمام. عايزين نحل المتباين. في هنا سالب 2 اكس وديها هنا موجب 2 اكس، في هنا موجب 30 وديها هنا سالب 30. جمع دول يطلعوا لك كام؟ دول يطلعوا لي 3 اكس اكبر. دول يطلعوا لك كام؟ دول يطلعوا لي 24 على التلاتة وعلى التلاتة، يعني الاكس تكون اكبر من التمانية. طب اكبر من التمانية دي لحد فين؟ معرفش، يبقى لازم احلها، لازم اجيب حد تاني ليها. يعني ما ينفعش تقول لي الاكس اكبر من كذا وتسكت، او تقول لي الاكس اقل من كذا وتسكت، لازم تجيب لي حد تاني ليها. طب تعال نبص، هل انا عندي مجموع زاويتين او حاجه؟ هو انت عندك، بس في حاجه اسهل. ايه هي؟ هل ينفع اي زاويه فيهم تكون صفر او اقل من الصفر؟ لا طبعا ما ينفعش. تعالى مثلا ناخد الاكس زائد ال 30 دي سهله. هل ينفع الزاويه دي تكون بصفر او اقل من صفر؟ لا، دي المفروض تكون اكبر من الصفر. خلاص حل. فالمفروض ناخد ال 30 دي نوديها الناحيه الثانيه بالسالب، يعني الاكس بتاعتي تكون اكبر من السالب 30. ايه ده يا مستر؟ ثواني، ده انا عندي هنا اكس اكبر وهنا اكس اكبر، انا عايز اكس اقل. يعني انا عايز اعمل كده، اكس اقل من كام؟ يبقى اللي انا عامله ده غلط. تعال نكرر نفس الكلام بس مع الزاويه الثانيه. يعني هاخد دي اخليها اكبر من الصفر، يبقى 54 ناقص ال 2 اكس هنخليهم اكبر من الصفر. طيب عايزين نحل، ودي ال 54 الناحيه الثانيه، يعني سالب 2 اكس هتكون اكبر من سالب 54. عايزين نتخلص من السالب، يبقى هعكس المتباينه، يعني 2 اكس اقل من ال 54. اقسم هنا على الاتنين، يعني الاكس الواحده تكون اقل من ال 27. شكرا، هو ده اللي انا عايزه. يبقى الاكس بتاعتي اكبر من التمانية بس في نفس الوقت اقل من ال 27. شكرا، احنا خلصنا. بس خلصنا الدرس، لسه ما كملناش. فان شاء الله استنى الفيديو اللي جاي ضروري عشان تتابع معانا الاسئله، وما تنساش بقى في اللايك والسبسكرايب، واشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.